الفيلم بيبدأ بواحد اسمه بيتر، عنده 27 سنة، وبيشتغل كدكتور علاج نفسي متخصص في الناس اللي عندهم هوس بالجنس. في يوم، بيتر بيبدأ جلسة علاج مع بنت جذابة جدا، لكن البنت بتحاول تغريه وبتقوله كلام صريح، I want to explore every inch of your body. Will you just fuck me? زي عايزة أستكشف كل جزء في جسمك، ممكن تنام معايا؟ بس بيتر بيطلع راجل محترم، وبدل ما يضعف قدامها بيديها كتاب هو اللي كاتبه بنفسه. الكتاب بيتكلم عن إزاي الناس ممكن يتحكموا في مشاعرهم ويعيشوا في سلام. وبيتر ضد الجنس تماماً، وبيقول إنه عمره ما حس برغبة ناحيته. هو مؤمن إن الجنس بيشتت الناس عن أهدافهم، وإن الحياة ممكن تكون كاملة من غيره. بعد كده بيتر بيرجع البيت، وهناك بيكون معاه أصحابه ريتش ولوك، والاتنين معاهم مفاتيح شقته. من كلامهم بنفهم إنهم بيحبوا يعملوا علاقات مع بنات كتير في حياتهم. بيقول لهم بيتر إنه لازم يخرج علشان ميشيل دعيته يروح عندها البيت، وقالت له إنها هتطبخ له. ومن كده بنعرف إن بيتر بيحبها في السر. بيروح فعلا لميشيل ومعاه إزازة نبيذ، وهناك بيقابل تشارلي حبيب ميشيل اللي باين إنه مش مهتم غير بشغله. بيسلم على ميشيل وهي مشغولة بتطبخ أكلات كتير للضيوف، ولما بيتر بيجرب الأكل بينبهر جدا وبيقترح عليها تفتح مطعم. ميشيل بتحب الفكرة وبتتحمس ليها. بعد الحفلة بيتر بيروح يزور أهله. أبوه قلقان جدا علشانه، بيقول لمراته حتى لو طلع ابن شاذ مفيش مشكلة، بس المشكلة إنه مش مهتم بأي حد خالص. بعد فترة بيتر بيكتشف إن كتابه بقى مشهور جدا. مديره بيقوله إن في محطة راديو كبيرة عايزاه يعمل معاهم مقابلة، وده كمان هيكون مفيد للعيادة. في نفس اليوم بالليل بيتر بيرجع بيته وبيلاقي تشارلي واقف بره أوضة ميشيل، وبيكتشف إن ميشيل وتشارلي سابوا بعض علشان تشارلي كان مشغول بشغله وما كانش بيديها اهتمام. بعد ما تشارلي يمشي بيتر بيروح يواسيها وبيحضنها وهي حزينة. بتقوله إنها قررت تركز على حلمها وتبقى شيف محترفة، وهو بيشجعها وبيقول لها تسمع لقلبها. من كلامه الجميل ميشيل فجأة بتبوسه، بس بيتر ما فيهوش أي اهتمام جنسي، بالعكس بيحس بصداع جامد ويمشي. بيتر عنده حالة طبية بتخليه يجيله صداع كتير، والسبب بيتكشف بعدين. تاني يوم لوك وريتش بياخدوه يلعبوا باسكت، وفي اللعبة الكرة بتخبطه في منطقة حساسة فيفقد وعيه. بياخدوه المستشفى، وهناك بيجيله صداع تاني فيعملوا له أشعة وتحاليل، وبيكتشفوا إن عنده خصيتين صغيرين جدا، وده السبب إن عمره ما كان عنده رغبة جنسية. الدكتور بيقوله إن عنده ورم بيضغط على الغدة النخامية من سنين، وده خلى جسمه عمره ما ينتج هرمون التستوستيرون، وعوض ده بإفراز هرمون تاني اسمه البرولاكتين. يعني باختصار بيتر عمره ما مر بمرحلة البلوغ رغم إنه عنده 27 سنة. وبيشرح له الدكتور إن ممكن يشيلوا الورم بعملية، وبعدها جسمه هيبدأ يدخل في البلوغ الطبيعي. بيتر بيتبسط جدا لأنه كان حاسس طول عمره إن في حاجة غلط فيه. العملية بتنجح، وأهله وأصحابه بيستقبلوه بحفاوة بعد ما يفوق. بيقعد فترة عند أهله علشان يتعافى. بيحاول يسير نفسه بمجلات بس مفيش أي نتيجة. تاني يوم أصحابه بيزوروه وجايبين له رائصة علشان تساعده، بس حتى كده مفيش فايدة. بس لوك هو اللي بيتأثر بدل بيتر. لكن في الصبح بيتر بيصحى لأول مرة في حياته عنده انتصاب. أبوه وأمه بيفرحوا جدا وبيقولوا له أخيرا ابننا بلغ. أبوه يقول له ما تتكسفش يا بني، خليك فخور، دي لحظة نصر. بعد كده بيرجع بيتر لشقته متحمس يعيش حياته الجديدة. بيلاقي لوك جايب له بنت علشان يبدأ، لكنه بيطردهم ويدخل الحمام، وبيمارس العادة لأول مرة في حياته. ومن بعدها بقى بيعمل كده كتير جدا. وفي الوقت ده ميشيل بتقوله إنها هتسافر أسبوع علشان تشارك في مسابقة طبخ، ولو كسبت هتشتغل في مطعم كبير في لوس أنجلس. بيزعل شوية بس بيفرح لها. في الشغل
بيبدأ يسمع قصة واحدة من مرضاه عن تجاربها الجنسية، وده بيخليه يحس بإثارة لأول مرة، فبيتوتر جدا. بيروح للدكتور يسأله ليه كده؟ الدكتور بيقوله إنه جسمه بيمر بسرعة بكل المفروض يعيشه مراهق في سن 15 سنة، يعني هرموناته دلوقتي شغالة زي بركان، وده سبب التغيرات اللي بيحس بيها، زي رغبة مفاجئة ومزاج متقلب وصوته اللي بيبدأ يتغير، وبيطمنه إنه كل ده هيظبط قريب. بعد كده بيكلم ميشيل عن المسابقة، بس بتذكر اسم راجل تاني فبيغير. تاني يوم بيروح برنامج الراديو علشان المقابلة، لكن صوته فجأة يتغير ومش بيقدر يكمل الحلقة. بيرجع يحكي لأهله عن اللي بيحصل له، بس أبوه بيضحك وبيقول له إحنا مستنين اللحظة دي بقالنا 15 سنة. ومع مرور الوقت رغباته الجنسية بتزيد أكتر وأكتر، وجاره بيقوله يستخدم تطبيق تندر علشان ياخد خبرة وما يفشلش مع ميشيل. وفعلا بيبدأ يقابل بنات كتير ويمارس الجنس معاهم طول اليوم والليل. وفي يوم بيشوف تشارلي قدام شقة ميشيل جاي يعتذر لها ومعاه ورد. بيتر بيقوله إنه هيوصل الورد بنفسه، لكن لما ميشيل تيجي بيقول لها إنه هو اللي جايب الورد، فبتشكره وهي مش عارفة الحقيقة. بعد كده بيطلب منها تخرج معاه على العشاء وهي بتوافق، بس نفس الليلة ريتش بيفكروا إنه كان المفروض يراعي ابنه، لكن بيتر بيرفض علشان عنده ميعاد مع ميشيل، وده بيزعل ريتش منه. بيروح فعلا المطعم مع ميشيل وبتتبسط جدا لأن المكان صعب الحجز فيه، بس بيتر بيتصرف زي طفل بيحاول يبين إنه كول، واللي بيبوظ كل حاجة إن ريتش ومراته بيجوا نفس المطعم، وبيطلع إن الحجز أصلا كان حجز ريتش وبيتر سرقه منه لأنه افتكر إنه مش هيجي. ريتش بيواجهه قدامها وبيقوله إن لوك هو اللي راعي الطفل بدل منه، فميشيل بتتصدم وتسيبه وتمشي. وساعتها بتجيلها رسالة من تشارلي بيقول لها إنه هو اللي بعت الورد، فتكتشف كذبة بيتر وتسيبه. بعد كده بيتر في العيادة مع مريضة بتحكيله عن خيالها الجنسي، وهو بيتأثر جدا وبيبدأ يخلع هدومه وبيحاول يعمل حاجة معاها، لكن المدير بيدخل فجأة ويمسكه متلبس وبيوقفه عن الشغل فورا. الوقت بيعدي وبيتر بيغرق أكتر في صراعاته الداخلية، مش قادر يتحكم في رغباته وبيدخل في اكتئاب، فبيروح لأبوه يحكي له. بيقوله إنه حاسس إنه مش قادر يسيطر على نفسه، فأبوه بيقوله إن ده طبيعي لشخص لسه بيمر بمرحلة البلوغ، وإن اللي بيفرق بين الراجل الحقيقي والمزيف هو إزاي يتصرف في المواقف دي، وبينصحه إنه في المقابلة الجاية في الراديو يتكلم من قلبه. تاني يوم بيتر بيروح البرنامج وبيصدم الناس لما بيقول إن كتابه القديم كله كلام فاضي، وبيعترف إنه ما كانش بيحس بأي مشاعر طول عمره، لكن دلوقتي اتعلم يعيش إحساسه ويتقبل رغباته. بيقول للجمهور إن الجنس جزء طبيعي ومهم من الحياة، وإن المفروض الناس تستمتع بيه بدل ما يهربوا منه. الجمهور بيسقف له بحرارة. بعد كده بيروح يعتذر لريتش وريتش بيسامحه، وهو ولوك بيشجعوه إنه يروح يقول الحقيقة لميشيل. بيروح لمطعمها وهي مع تشارلي وبيحكي قدامهم كل حاجة عن الورم وعن تأخر بلوغه وعن كل اللي مر بيه. ميشيل بتتأثر جدا وبتسيب تشارلي وبتروح تبوس بيتر قدام الكل. وفي آخر مشهد بنشوف ميشيل حامل وعايشة مبسوطة مع بيتر، وبيتر بقى بيدي جلسات علاج للأطفال وبيكتب كتاب جديد عن مرحلة البلوغ وتحدياتها. شكرا إنكم شفتوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ونشوفكم في الفيديو الجاي.